السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب بريب 2 في كل مكان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بصحة وسلام وامان. معاكم مستر عمرو حجار، ان شاء الله باذن الله هنزل لك شرح المنهج الكامل بتاعك على اليوتيوب، بس اهم حاجة ما تنساش تدعمنا بسبسكرايب ولايك في القناة. ان شاء الله باذن الله يا شباب هنبدا رحلتنا مع بعض خطوه بخطوه، واول ليسون عندك في المنهج ان شاء الله هنبدا نشرحه النهارده، وان شاء الله هنزل لك في كل اسبوع درسين، ان شاء الله شرح درسين باذن الله فيديوهين. بس اهم حاجه ما تنساش تدعمنا بالسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. يلا بينا ما نضيعش وقت ونبدا اول ليسون، وان شاء الله باذن الله السنه دي ان شاء الله هتكون سنه سهله جدا ان شاء الله باذن الله. ما تركزش مع الكلام اللي بيطلع بره ويقعد يقول لك طويله صعبه، ما تركزش، لكن انت احكم على نفسك، تتفرج على الفيديو ان شاء الله لحد الاخر، وفي الاخر ان شاء الله باذن الله هتلاقي الدنيا بسيطه وسهله ان شاء الله باذن الله. يلا يا بطل، يلا ما نضيعش وقت، يلا بينا نبدا. مستر اول ليسون عندك اسمه الريل نمبر. ايه يا مستر الريل نمبر ده؟ بص يا معلم، انت كده خدت السنه اللي فاتت ست كان اسمها راشونال نمبر. انا فاكر يا مستر كلمه راشونال. طب ممكن تفكرني بيها؟ انا عارف انت راجع من اجازه اصلا وعايز حد يفكرك، فانا هبدا افكرك ونخش على الجديد، وان شاء الله مش هنطول عليك، والدنيا ومده الفيديو هتبقى قصيره عشان انا عارف انت ممكن تزهق وما تجريش الفيديو وتجري كده مره واحده. لا صدقني ركز معايا واحده واحده، وان شاء الله في الاخر هتلاقي الدنيا لذيذه وسهله ان شاء الله باذن الله. يلا بينا. ايه الراشونال نمبر؟ الراشونال نمبر دي مثلا كان لها رمز كان اسمه اللي هو كان كيو. كان قال لك الراشونال نمبر هو النمبر اللي اعرف اكتبه على هيئه A over B such that ان B not equal 0. لا مستر ايه الرموز دي؟ انا ما بحبش رموز. اديني اكزامبل. بص يا مستر عشان ايه؟ ده انا راجع من اجازه يا مستر بتديني رموز؟ معلش. طب يا عم ايه الراشونال نمبر؟ اي نمبر اعرف اكتبها عليه فراكشن. زي تقول يا مستر 3 over 5 ده راشونال نمبر؟ راشونال نمبر. طب افرض جبت لك نمبر انتجر زي مثلا 2، هل ال 2 دي راشونال نمبر؟ لان الدينومينيتور بتاعها بكام؟ حبيب قلبي. تقول لي ده ب1 ماشي. بعدين تقول لي مثلا الزيرو راشونال نمبر؟ راشونال نمبر. ليه؟ عشان تحتيه كام؟ 1. 0 اوفر اي حاجه بزيرو. تمام؟ ف راشونال نمبر. مثلا 3.5 ده راشونال نمبر؟ لان 3.5 هي اصلا 35 اوفر 10. قشطه. دي اسمها راشونال نمبر. اسمها ايه؟ راشونال نمبر. طب تعالى بقى ناخد ست جديده النهارده اسمها irrational. ايه يا مستر ايه ده؟ ده هي بس في بص كده، شايف بيقول لك الست اسمها ايه؟ irrational. يعني هي عباره عن اللي هي راشونال بس في قبلها irrational يعني مش حبيب قلبي، مش راشونال. لا فاهمين؟ يا اما فهمت يا اما ما فهمتش. الراشونال يا اما irrational. يبقى كلمه irrational دي من الاسم نفسه. شوف انت الاسم الراشونال تستنتج من هنا الراشونال دي حاجه مش راشونال، فهي بعيده خالص عن الراشونال. طب يا مستر الراشونال دي عباره عن الخلاصه، اي نمبر ملوش لا سكوير روت ولا كيوب روت. تاني، اي نمبر يعني ايه يا مستر ملوش لا سكوير روت ولا كيوب روت؟ واحده هاجي اقول لك انا عايز اجيب الخلاصه بتاعت الراشونال. اي نمبر ملوش سكوير روت ولا كيوب روت. زي مثلا لما اجي اقول لك سكوير روت لل4، تقول يا مستر سكوير روت لل4 ده 2، صح ولا لا؟ كده السكوير روت لل4 دي مش الراشونال، لان الراشونال اي نمبر ملوش روت. زي مين بقى؟ هقول لك انا يا معلم زي مين. تعال اقول لك اكزامبل محترم بقى على هيئه الراشونال. لما اجي اقول لك روت ال5، هو ال5 له روت؟ تقول يا مستر اعمل بالكالكوليتر روت 5 فيظهر لك نمبر ديسيمال كبير قوي كده، فيبقى ده اسمه irrational. تاني مثلا الكيوبيك روت لل7. مستر كيوبيك روت ل7، اعمل كيوبيك روت لل7 مش هيديك هول، مش هيديك نمبر هول، هيديك نمبر ديسيمال كده، اللي هو ممكن الكالكوليتر ممكن تطلعها لك تقول له سكوير روت ل5 فتظهر لك سكوير روت ل5 فتقول لها شكرا انت كده فدتني بحاجه. فاهمين؟ فهي ممكن يظهر لك نمبر ديسيمال كبير فملهاش نمبر هول زي دي. فرق بين دي ودي. فاهمين ولا لا؟ دي كده السكوير روت ل4 طلع بكام؟ ب2، صح؟ تمام. فدي راشونال نمبر. ايه ده يابا ده؟ ثانية واحدة نمسح الكلام ده. الله شيل بقى ده. ايوه كده. يلا يابا انت عندك سكوير روت ل4 ده ب2،
فده يبقى بيلونجز لمين؟ للراشونال نمبر. تمام، اللي هو كيو. طب الست اللي هي اسمها الراشونال نمبر دي السيمبل بتاعها هيبقى كيو. قلت له ايه يا مستر؟ ما شبه الراشونال، بس احنا بقى هنحط لها ايه؟ داش. يا مستر نعمل لها داش كده عشان تبقى اسمها الراشونال. فاهمين؟ يبقى الراشونال نمبر اللي هو كيو، لكن الirrational نمبر اللي هو كيو داش. وايه كيو داش؟ اي نمبر ملوش روت ولا سكوير روت او كيوبيك روت. فاهمين؟ وحته بقى ممتعه، الباي. فاكر الباي؟ قلت له يا مستر ده انا حافظ ان الباي ب 3.14 او 22/7. ازاي هي irrational؟ طبعا انا كنت في الجامعه وعملنا يعني اتكلمت مع دكتور جامعه ازاي هي irrational، وضح لي الدنيا. قال لك دي قيمه تقريبيه، يعني مش قيمه اكزاكت فعليه، لا دي هي قيمه تقريبيه. يعني 3.14 دي تقريبيه 22/7 دي قيمه تقريبيه لكن الباي اصلا نمبر كبير جدا جدا جدا. فيبقى الراشنال الخلاصه بتاعته اي نمبر ملوش ولا سكوير روت ولا كيوب روت والباي. ماشي. فانا اعمل لك حته خلاصه كده، نحب انا اعمل يابا الكلام ده، ودي حاجه يابا تميز الواحد ونتعود عليها. ايه الخلاصه بتاعت مين يابا؟ بتاعت الراشنال نمبر. ايه الخلاصه بتاعت الراشنال نمبر يا مستر؟ هي عباره عن اي نمبر عندك تقول له ايه؟ اي نمبر ماله بقى؟ ملوش ايه؟ لا سكوير روت او كيوبيك روت. سوري يابا تعالى ايه؟ لا سكوير روت ولا كوبيك روت. اي نمبر ولا ليه سكوير روت ولا كوبيك روت. ومين تاني؟ والباي. ده الراشنال نمبر. تمام اتفقنا عشان ما نضيعش وقت كتير فيها. يعني ايه الراشنال نمبر يا مستر؟ اي نمبر ملوش لا سكوير روت ولا كيوبيك روت. يعني لما اعمل له سكوير روت مثلا سكوير روت ل 5 هيظهر لك رقم نمبر ديسم. المستر ده ممكن بيكتب عليا الكالكوليتر بتاعتك الجميله. طبعا انت معاك كالكوليتر هنا، بص يابا بيج كبيره قوي. يلا هنعمل سكوير روت لمين؟ لل 5. ادي سكوير روت لل 5. سكوير روت لل 5 ظهر لك نمبر بس قد ايه؟ 2.236. انت فاكر ده خلص؟ ده في نمبر كبير قوي. فاهمين؟ فده اسمه irrational. ماشي. يبقى خلاصه اي حاجه اسمها الراشن اي نمبر ملوش لا سكوير روت ولا كيوبيك روت ولا الباي. تعالى مثلا نحل كام حاجه كده عليها. بس بص بقى، دي طريقتي. انا دايما بحاول اسهل عليك المعلومه على قد ما تقدر، وهوريك ازاي في طرق الحل. في ناس كتير غيري بيحلوا بطرق تانية. انا بحب اعمل ايه؟ اسهل على اللي قدامي، اصل الدنيا مش بالسهله. فاهمين؟ فانا هسهل عليك بطرق الحل. طريقه الحل دي انا يابا اللي مخترعها، الحمد لله بفضل الله. تقول لي مستر ده ممكن ده بيحل بالطريقه دي، ده بيحل بالطريقه دي، كله صح. فاهمني؟ كل الطرق فوق دماغي، بس انت يابا دي طريقتي يابا اللي انا بحب احل بيها، وان شاء الله هتبقى طريقتك والدنيا هتبقى سهله ان شاء الله باذن الله. ولو حد من صحابك مش عارفها تبقى انت تعرفها له. يا مستر الطريقه شوقتني. تعالى يابا بص بيقول لك ايه؟ السؤال ده ساعات بيجي في امتحانات، يجي يقول لك find two consecutive whole number. عايز two consecutive. يعني ايه؟ تو هول كونسيكتيف نمبر متتاليين بيجروا ورا بعض. لمين؟ للسكوير روت 11 والكوبيك روت 20. تمام. هو عايز يجيب تو هول نمبر بتوين السكوير روت 11. تعالى اول حاجه نبدا بالسكوير روت 11. السكوير روت 11 عايز تو نمبر هو بتوين بينهم. مين السكوير؟ يعني ايه الهول نمبر اللي بين الروت 11 اللي قبله واللي بعده؟ لا مش شامه مستر. تاني، هو عايز يجيب ايه التو نمبر اللي قبل، يعني في هول نمبر مثلا روت 11 يكون مثلا بتوين، مثلا سيبك من روت 11، روت مثلا ال 10 بتوين، مثلا هتلاقيه مثلا بتوين 3 وال 4. فاهمين؟ تقول لي لا يا مستر مش فاهم. هو عايز يكون ايه التو نمبر اللي بتوينهم. طب انا هعرفها ازاي يا مستر؟ ده في ناس تقعد تقول لك بقى هات لك
مين النمبر اللي ليه سكوير روت قبل ال 11 ومين النمبر اللي ليه سكوير روت بعد ال 11. انا ما بحلش بالطريقه دي، انا بعمل ايه؟ بريح دماغي وبشغل الكالكوليتر بتاعتي اللي هي تسهل لي الدنيا. ايه هي؟ انت مثلا عايز تقول رقم قبله ورقم بعده، برجع على الكالكوليتر بتاعتي الجميله دي اقول لها تعالي يا كالكوليتر تعالي بص بقى احنا هنعمل ايه؟ هنعمل سكوير روت ونكتب 11. طلع كام؟ طلع 3.3. شايف انت النمبر الكبير اللي عندك ده؟ شايفه ده؟ 3.3. خد بس اول رقمين اللي هو مثلا 3.3. تروح ما جاي على المساله بتاعتي واقول له دلوقتي 11 دي ده بيني وبينك كده، اروح ما كاتب له 3.3. ماشي. يبقى هي بتوين اني تو هول نمبر، بتوين. شايف انت الهول نمبر اللي هو ده 3 ده اللي قبل الديسيمال واللي بعده مين اللي بعد ال 3؟ تقول لي ال 4. يبقى هو بتوين ال 3 وال 4. والله يا مستر بالصوره دي ده في ناس تانية تقول لي ده انا بقى اشوف مين اللي سكوير روت هنا لا انا بحل بالطريقه دي. طب ما فهمتش دي؟ تعالى دي مستر كوبيك روت لل 20 هنعملها. مستر كوبيك روت لل 20 وادي يابا اهو. انا عايز اعرف هي بتوين مين ومين، فتقول لي بقول لك ايه مستر مش هتعب نفسي تعالى بالكالكوليتر. طبعا روح ما انت خطا شائع روح عامل لي كده روت 20. ده غلط يابا اللي انا عملته ده مش كوبيك روت، ده سكوير روت. فانت عشان تظهر الكوبيك روت لازم تدوس على زرار شيفت الروت فظهر لك الكوبيك روت. قشطه. طيب ادي كوبيك روت لل 20 طلع لك كام؟ كوبيك روت لل 20 طلع 2.7. خدها يا مستر وروح اكتبها. ادي 2.7 الكوبيك روت يا مستر لما عملتها طلع لي 2.7. فيبقى طالما الهول نمبر 2 يبقى هو بتوين مين؟ ال2 واللي بعدها. حبيب قلبي تقول لي ده 3 يا مستر. يا ابن اللعيبه ده سهله جدا. ده عشان اجيب الهول نمبر اللي بينهم يعني الروت 11 ده الراشونال صح ولا لا؟ عايز تو هول نمبر واحد قبله وواحد بعده هو بينهم. فاهمين؟ وطبعا ده كلام 100 جدا. انت عندك روت 11 3.3 اكيد هو بتوين يعني هو 3.3 جريتر ذان 3 وليس ذان ال4 صح ولا لا؟ طبعا نفس الكلام هنا ال 2.7 جريتر ذان ال 2 وليس ذان ال 3. 2.7 ال 2.7 جريتر ذان ال 2 وليس ذان ال 3. قشطه. ده سؤال عندك من الاسئله اللي عندك في المنهج والناس بتحس صعبه وساعات بتيجي وساعات ما بتجيش عشان تبقى فاهم السؤال اللي فات ده. وبنسبه كبيره جدا اصلا ما بيجيش. طب انت شرحته ليه؟ ما هو عندك في المنهج فاهمني؟ وفي ناس تحب تتفاداه. لا انا هقوله لك وخلاص. ماشي. السؤال ده مهم وبيجي كتير جدا ومش صعب وبنغش. يعني ايه بنغش يا مستر؟ هقول لك انا ازاي. بص كده انت عندك بيقول لك الروت 30 بين مين ومين؟ ما تزهقش مني حقك عليا ركز معايا. روت 30 بيقول لك جريتر ذان الاكس وليس ذان اكس بلس ال1. يبقى الاكس بكام؟ انت مش عارف روت 30 بكام؟ تجري على الكالكوليتر وروح ما ماسك لي تقول يا مستر روت طبعا انت اسرع مني انا عشان هنا كبيره شويه بس على الكالكوليتر. روت 30 بكام؟ طلع لك ب 5.4. تروح ما انت جاري على المساله وتقول له الروت 30 دي يا مستر دي 5.4. يبقى انا لسه قايل لك يبقى اللي قبلها هي بين ال5 واللي بعدها يبقى كام؟ 6. هو بيقول لك الاكس بكام؟ تقول له يبقى الاكس بكام؟ ب5. انا مستر حاسس ان انا الموضوع برضو محتاج شويه مثال كمان. ماشي يابا عينيا اهو كوبيك روت لل 100. روح ما انا جاري على الكالكوليتر واعمل يلا مستر عشان ما اضيعش. يلا مستر بقى شيفت الروت 100 طلع كام؟ طلع 4.6. روح ما جاي على السؤال واقول له ده الكوبيك روت ده طلع ب 4.6. يبقى هو الاكس اللي قبلها ال4 واللي بعدها ال5 يبقى بين 4 و5 صح ولا لا؟ هو عايز الاكس فتقول له الاكس هتبقى ب4. خلاص اللي يحل واحده يحل 100. دي زيها ودي زيها. هتعمل سكوير روت لل50 وتشوف هي بتوين مين ومين والكوبيك روت لل60 بتوين مين ومين. تاخدوا لون نمبر تحط هنا وهنا.
ماشي ماشي. فالموضوع مش صعب. تعال نخش اللي وراه عشان في حاجات مهمه. في ست جديده اسمها الريل نمبر. بص بقى هفكرك بكل حاجه، ودي اهم حاجه في الدرس تعتبر، وان شاء الله باذن الله شايفت الدرس ده اخر ست هناخدها لحد ثالثه اعدادي ان شاء الله، اللي هي الريل نمبر. ان شاء الله لما تخش ثانوي هناخد حاجه جديده اسمها كومبلكس نمبر، ودي حاجه طبعا دي اكبر حاجه في الدنيا خالص، بس احنا النهارده هتبقى اكبر حاجه بالنسبه لنا خالص ست جديده اسمها الريل نمبر. ايه يا مستر الريل نمبر دي؟ هي عباره عن الراشونال نمبر يونيون ان الراشونال نمبر. واحده واحده عشان ما توهش. مين الراشونال نمبر؟ قلت لك بقى ده الراشونال نمبر دي، الراشونال نمبر دي ده جواها مين لو انت شاطر؟ الكاونتنج نمبر اللي هي 1 2 3 4 5 6 اند سو اون. بعد كده ضفنا لها الزيرو بقت ناتشرال نمبر اللي هي 0 1 2 3 4 5 6 اند سو اون. بعد كده ضفنا لها النيجاتيف بقت انتجر يعني فيها الزيرو والبوزيتيف والنيجاتيف. بعد كده ضفنا لها النمبر الديسمال والفراكشن بقت راشونال نمبر. طب الراشونال مش معاهم، ده الراشونال دي حاجه منفصله. هي عباره عن مين؟ قول لي بقى ها، اللي هي مين؟ اللي ملهاش سكوير روت ولا كوبيك روت، ومين؟ والباي. حبيب قلبي فانت لازم تبقى فاهم ان الراشونال نمبر عكس الراشونال نمبر خالص. قال لي بقى بقول لك ايه، انت عندك ست كبيره قوي اللي هي الراشونال نمبر، والست ثانيه اسمها الراشونال نمبر، فما ينفعش نسيبهم منفصلين كده، فهنوحدهم في ست كبيره جدا نسميها يابا الريل نمبر. ايه الريل نمبر؟ هي عباره عن يونيون الراشونال نمبر والإيراشونال نمبر. تعالى يلا بينا يا شباب. عندك الست جديده اسمها ايه؟ الريل نمبر. ايه يا مستر الريل نمبر؟ بتتكون من يونيون لمين؟ للراشونال نمبر والإيراشونال نمبر. يبقى الار الست الجديده اللي هي الريل نمبر السيمبل بتاعها هتقول لي هو عباره عن ار. تمام. والار ده عباره عن يونيون اتحاد اللي هو مين؟ الراشونال والإيراشونال اللي هو الكيو. الار عباره عن كيو يونيون كيو داش، وفيها شغل محترم. في كام ملحوظه هتلاقيها تحت الكلام ده، هتلاقي يعني الصفحه اللي ورا دي كده هقول لك شويه حاجات جميله زيك كده. ماشي. اول ست خدناها اللي هي الكاونتنج نمبر، بعد كده ضفنا لها زيرو بقت الناتشرال نمبر، كبرناها شويه لما ضفنا لها النيجاتيف بقت انتجر نمبر، والانتجر نمبر كبرناها اكتر لما ضفنا لها الفراكشن اللي هي اي اوفر بي، بس اهم حاجه ساتش ذات ان بي نوت ايكوال زيرو لان ما ينفعش اللي تحت يبقى بزيرو. فاهمين ولا لا؟ بعد كده الريل نمبر هي الكبيره خالص. طب يا مستر مش بعد الراشونال؟ ايه الراشونال؟ لا ده الراشونال دي ست منفصله لوحدها. يعني ايه منفصله؟ مطلقه. ماشي. فالكيو داش هي عباره عن الراشونال ست منفصله لوحدها. تمام؟ عايز تسميها الست المطلقه تسميها مطرح ما تسميها، فهي لوحدها خالص ملهاش دعوه بالستس دي. تمام؟ فقال لك هو عباره عن يعني انت عندك كل دول راشونال نمبر، ده كيو تمام ودي كيو داش، فلو انا عايز اضمهم في ست كبيره قوي 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 اسميها الار. الريل نمبر بتاخد الراشونال نمبر والإيراشونال نمبر، يعني اي نمبر هيقابلنا لحد دلوقتي هو الريل نمبر ما عدا الله. مستر ساكت كده ليه؟ مش انت لسه بتقول لي اي نمبر هيقابلني هيبقى ريل نمبر ما عدا يا مستر؟ ما عدا ما ينفعش يكون تحت السكوير روت نيجاتيف. ده يابا ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها روت نيجاتيف مثلا 5 او روت نيجاتيف 4 هيظهر لك على الكالكوليتر ماس ايرور. ماشي؟ لكن اي نمبر هيقابلني فور ريل اي نمبر ما عدا تو كيسز. يلا يا عم عشان بقى نلخص الدنيا. ما ينفعش يكون تحت السكوير روت نيجاتيف، او ما ينفعش يكون في الدومينيتور زيرو. يعني ما ينفعش اقول 3 اوفر 0. لا طبعا ده مش ريل ولا اي نمبر طبعا. اعملها بالكالكوليتر كده يطلع لك انديفايند ماس ايرور خطا يابا، او روت نيجاتيف مثلا 4. هتقول له مستر هيبقى نيجاتيف 2 غلط يابا، اعملها على الكالكوليتر. ما ينفعش يكون تحت السكوير روت نيجاتيف. لكن اي نمبر تاني هيبقى ريل نمبر. ماشي.
يلا يا مستر عشان ما نصدعش انا وانت ونحل كام سؤال كده لذيذ زيك. ماشي. بيقول لك يابا بيلونج ولا نوت بيلونج؟ قلت له بس الحاجات دي سهله ومش اي بيلونج هو معقوله في الامتحان؟ اه والله بيجيب اسئله زي كده صدقني. طب هتشوف. طيب الفايف دي انا بحاول بس نتدرب كده مع بعض. الفايف دي ريل؟ قلت لك اي نمبر انت بص بيلونج يا مستر. بقى مش هتكلم صدق مش هينفع اتكلم يا مستر. ريل روت 7 اي ما فيش ولا تحتيه نيجاتيف ولا حاجه يبقى بيلونج على طول. انا بحب احل الار معلش انا كده بحب احل الار. مستر روت 2 بيلونج يا ابني اي نمبر ريل يا ابني. ها انت بتهزر يا مستر؟ بس توب بقى تعالى. بيقول لك ابسوليوت نيجاتيف 4. الابسوليوت كانسل النيجاتيف يبلع النيجاتيف كانسله يابا يديك 4. ال4 دي ناتشر ناتشرال يا مستر. ده ناتشرال دي بدايتك من مين؟ حبيب قلبي 0 1 2 اند سو اون 3 4 اند سو اون. فال4 دي ناتشرال نمبر تمام. طيب الكيو داش تعالى نحل الكيو داش والكيو بس انا معلش انا هحل الكيو الاول. طيب تعالى نحل الكيو اللي هو الراشنال نمبر اللي بيضم البوزيتيف والنيجاتيف والفراكشن والديسيمال. تمام تعالى سكوير روت لل 9 بالكالكوليتر بتاعتك الجميله هتطلع سكوير روت لل 9 ب 3. هل ال 3 دي راشنال؟ طبعا تحتها 1 يابا يعني راشنال نمبر. طيب تعالى هنا برضو تحت. انا معلش انت عمال يا مستر خدني فوق وتحت ومش عارف ايه. انا برتب لك المعلومه. الكيو اللي هو الراشنال نمبر. الحق يا مستر ده في نيجاتيف يبقى نوت بيلو. لا النيجاتيف ما ينفعش لما يكون تحت الروت. هنا النيجاتيف بره الروت فعادي ينزل زي ما هو يابا. ماشي انزل يا باشا. روت ال 11 بالكالكوليتر هطلع لك نمبر ديسيمال كبير قوي. يعني الحق يعني 11 ملهاش روت تظهر الروت تاني. طالما ظهر الروت يبقى المفروض ده irrational. هل ده راشونال؟ فده irrational فده يبقى نوت بيلونج يابا. هنا كوبيك روت لمين؟ لل10 يا مستر. الكوبيك روت لل10 بالكالكوليتر بتاعتك هيظهر لك نمبر كبير جدا جدا جدا. فاهمين؟ فده الراشنال طالما ملوش روت يبقى الراشنال. ماشي. تعال نخش على السؤال اللي وراه ونعرف ازاي نحل ايكويشن ودي مهمه جدا جدا بالنسبه لي في الماس. يلا بينا. find solution set in Q dash. يلا نسمي الله صل على رسول الله. ما تنساش تعمل لنا اللايك والسبسكرايب بتاعك عشان تدعمنا وان شاء الله باذن الله نقدر ننزل لك المنهج كله كامل مجانا على اليوتيوب. يلا يا وحش يلا بينا. find solution set في الكيو داش. تقول له يا مستر انت عايز تجيب السوليوشن ست في كيو داش. لو النمبر الاكس اللي انت جبتها لو طلعت في يعني طلعت لها روت يعني مثلا لا طلع يعني روت 5 روت 4 روت 5 روت مثلا 10 طلع يعني النمبر ملوش روت فاقدر اقول ان هي يبقى السوليوشن ست النمبر. طب افرض طلعت مثلا اكس 4 وانا المفروض السوليوشن ست بتاعتي في كيو داش. هل الفور دي في روت؟ لا ده نمبر 4 في السوليوشن ست وقتها 5. طب قلت لنا بقول لك يا مستر ما تسيبهاش الاحداث. تعال نحل السؤال وما نضيعش وقت كتير. يلا بينا. عندك اكس سكوير ايكوال 8 تمام. تعال نحلها مع بعض. انت عندك عايزين نخلص اول حاجه من الباور 2 نتفق مع بعض الستبس بتاعتي تمام. عايز تخلص من باور 2 تاخد سكوير روت. لو كوبيك روت تاخد الكيوب روت. طيب انا عايز اخلص من الباور 2 اخد سكوير روت يعني الاكس بتاعتي هتبقى عباره عن سكوير روت لل8 يابا. ماشي فالسكوير روت لل8 تقول يا مستر انا بالكالكوليتر بتاعتي اروح جاي كده بالكالكوليتر واقول سكوير روت لل8. يلا يا مستر بعد اذنك ادي السكوير روت لل8 ماشي. طلع كام؟ 2 روت 2 تمام. روح ما جاي على السؤال المحترم بتاعي روح ما قايل له الانسر بتاعتي 2 روت 2. انا ماشي معاك فتقول له يا مستر ده السوليوشن سيت بتاعتي طبعا اسال نفس السؤال يا 2 روت 2 انت في بيلونج للكيو داش طالما ظهر الروت يبقى انا جوه الراشنال نمبر تمام. لان الروت 2 ده ملوش مين؟ حبيبي ملوش روت طبعا انت فاهمني. عشان كده ظهر لك نمبر ديسيمال كبير فده طبعا بيلونج للكيو داش صح. الراشنال ده الراشنال طالما روت يبقى الراشنال ظهر تمام.
قلت له السوليوشن سيت بتاعتي يا مستر عباره عن 2 روت 2. طبعا انت قاعد دلوقتي عمال تقول المستر غلط، الطالب الشاطر مستر نسي حاجه. طبعا انا عارفك عمال تقول لي كده. طبعا لو انت طالب نايم مش مركز لسه ما فوتش راجع من الاجازه فتقول له عادي بقى، طب ما المستر ما غلطش، المستر زي الفل اهو. لا يابا انا نسيت حاجه، انا مش نسيت، انا بس سايبك كده بس عشان تشوف انت بتتفاعل معايا ولا لا. يعني انا عايزك كده، ممكن تلاقي واحد دلوقتي جري على التعليقات وكتب لي مستر المفروض ده يطلع بوزيتيف اور نيجاتيف. طبعا وكلامك صحيح يا ابني، لازم النمبر ده يطلع بوزيتيف اور نيجاتيف. ليه؟ لان دلوقتي انت حاطط سكوير روت للتو سايدز، فالفاليو بتاعتك تطلع بوزيتيف اور نيجاتيف، فالفاليو بتاعتك بوزيتيف اور نيجاتيف. يابا كلام محترم، كلام جميل. تاخد سكوير روت للتو سايدز، مره يطلع بوزيتيف مره يطلع نيجاتيف. ماشي، ناخد سؤال كمان. بسم الله، عندك 3 اكس سكوير ماينس 7 ايكوال 8. عشان نحل السؤال ده يلا يا ابطال هنعمل ايه؟ هتقول لي يلا النيجاتيف 7 ده وديه الاذر سايد. ما تزهقش مني، يلا يا مستر. ما لو في نمبر بالنيجاتيف يروح بالبوزيتيف والبوزيتيف يروح بالنيجاتيف. تمام، واحده واحده وبلاش شغل العشوائيه اللي بنعملها. الستبس لازم تبقى واحده واحده. مستر ده مش هنوديه ولا نعمل اي حاجه، فده زي الباشا. اتفضل يا باشا انزل زي ما انت. 3 اكس سكوير ايكوال ال 8 دي هتنزل زي ما هي. النيجاتيف 7 يا مستر هنوديها الاذر سايد فتروح ايه؟ بلس 7 ويبقى 8 بلس 7. طيب 3 اكس سكوير ايكوال 8 بلس 7 كام يا مستر؟ 8 بلس 7 يا مستر 15. طيب دلوقتي انا اعمل ايه؟ هطلع اجري اخد السكوير روت. غلط يا باشا. قلت له مثلا ما انت لما شفت الباور 2 خدت سكوير روت هنا. لا، ما هو هنا كانش فيه كوفيشن جنبه مفيش نمبر. طب هنا في نمبر جنبه، روح مديها بالرجل كده، روح مديها الناحيه الثانيه بالديفايدد تنزل تحتيها. تخيل واحد رخم لازق جنبك، فانت لما تبقى عايز تخلص منه روح مديله بالرجل كده تقول له روح الناحيه الثانيه، فهو اداله خبطه بقى بالرجل او بالايد براحتك زي ما انت عايز، فده يروح الناحيه الثانيه بالديفايدد حبيب قلبي. فتقول لي الاكس سكوير عباره عن 15 اوفر 3. 15 اوفر 3 يعني الاكس سكوير بتاعتك ب 5. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اخلص من باور 2. عايز اخلص من باور 2 حبيب قلبي، يبقى ناخد السكوير روت. واوعى تنسى يا مستر بقى زي هنا تنسى البوزيتيف والنيجاتيف. انا كده احبك يا ابني، وان شاء الله باذن الله الدنيا هتبقى بسيطه وسهله. تاخد السكوير روت للتو سايدز، تبقى الروت بتاعتك عباره عن بوزيتيف اور نيجاتيف 5. بوزيتيف ونيجاتيف روت ال 5. روت ال 5 هتطلع لك روت 5. اسالك سؤال، الروت ال 5 موجوده جوه الراشونال روت؟ يبقى الراشونال يا مستر. خلاص يا مستر بقى ده انا بتلعيب. طبعا الكلام ده موجود جوه الراشونال. فتقول لي السوليوشن سيت بتاعتك يا معلم اللي هو مين؟ بوزيتيف اور نيجاتيف والروت ال 5. تمام. حاولت اوضح لك الدنيا على قد ما نقدر. والله ما استصعب الدنيا، واحده واحده ان شاء الله هتلاقي الدنيا لذيذه باذن الله. ما تاخدش كل حاجه على اعصابك، ما تزهقش بسرعه. اتمنى يعني ما تكونش انت جريت الفيديو ولا تضرب الفيديو في 2. وانا هحاول على قد ما اقدر، ده وعد مني ان شاء الله باذن الله، على قد ما اقدر اخلي لك اشرح لك يعني على قد ما اقدر كل جزئيه بتاع في الدرس، يعني اهم الاجزاء كمان ما اسيبلكش جزئيه، وكمان في وقت قصير، ومش هكروتك ان شاء الله باذن الله. ماشي. يلا بينا نخش على وراه. اخر حاجه ان شاء الله باذن الله عندي نجيب لك كام سؤال تشوز، يبقى اتدربنا على شويه كومبليت وشويه تشوز وشويه سولف ايكويشن، وخدنا حاجات معلومات لازم نكون عارفينها. طيب بص يا معلم، تشوز ذا كوريكت انسر. مين الراشنال نمبر في دول؟ بيقول لي مين الراشنال؟ راشنال كيو داش، يعني مالوش سكوير روت ولا كيوبيك روت. ايه تاني؟ يعني نمبر مالوش سكوير روت او مالوش كيوبيك روت او مستنيه منك قولها بقى الباي، اوعى تنسى. تمام ماشي، عشان ممكن يجيبها لي في الامتحان وانت تقول الباي ب 22 اوفر 7، فدي يا مستر راشنال نمبر ومستحيل تبقى ايه الراشنال. لا يابا انا فهمتك وقلت لك، انا رحت الدكتور انا حكيت لك قصه حياتي. ده قيمه تقريبيه، دي مش فعليه. والله يا مستر ده انا افتكر، لا يابا ده كبير جدا جدا جدا. ماشي، مين الراشنال نمبر هنا؟ روت ال 4
ايه تعال نجرب روت ال 4 بالكالكوليتور هيديك 2 فطبعا ده مش irrational نمبر. الكوبيك روت لل 9 ده irrational هيظهر لك كوبيك روت 9. طب تعال نجرب الباقي. روت ال 16 بالكالكوليتور، انت مع كالكوليتور وانت احسن مني قاعد في البيت تحت التكييف يا باشا مظبط حالك. روت ال 16 يطلع ب 4. كوبيك روت لل 125 بالكالكوليتور يطلع 5، فده ولا ينفع ولا ده ينفع لان اداني ده هول. تمام؟ ده بقى لما تعمله يديك نمبر ديسيمال كبير قوي كده. فمين الراشونال نمبر هنا؟ الكوبيك روت 9. ماشي يا رجاله؟ ماشي يا ابطال؟ يلا بينا. الراشونال نمبر اللي بتوين ال 3 وال 4. مين الراشونال نمبر اللي بينهم؟ مش محتاج. هتقول لي بس مش فاهم، هو في الراشونال ده في انفينيت نمبر من الراشونال نمبر بتوين التو هول دول. كتير جدا، كتيره جدا جدا جدا. في انفينيت نمبر بتوين من الراشونال نمبر. طب بقول لك مين الراشونال اللي بينهم؟ 2.5. هل ال 2.5 بينهم؟ واسالك سؤال وترد عليا، هل 2.5 دي الراشونال؟ لا طبعا دي راشونال. اوعى تقول لي الراشونال هو نمبر كبير جدا كده ديسيمال، لا ده 2.5 ده عباره عن 25 اوفر 10. ده لو جبت لك واحد في جريد 6 ولا جريد 6 ولا جريد 5 ولا اي حاجه هتلاقيه بيقول لك يا مستر ده 2.5 يعني 25 اوفر 10. فده الراشونال اصلا، فده مستحيل يكون الراشونال. عشان بس قلت له يا مستر انت عمال توضح لي جامد وخلاص والله فهمت الدنيا. بوضح لك الدنيا على قد ما اقدر عشان بس تفهم الماس. اتعلموا يا حبايب قلبي، هقول لك بس نصيحه، اتعلم افهم، بطل تحفظ، بطل خلاص. انا فاهمك، انا بحفظ بعد ما افهم. فاهمني؟ هتلاقيني اقعد احفظك شويه حاجات كده بس بعد ما افهمك. ماشي؟ ماشي. عندك 2 and 1 over 5. طب تعالى نشوفها يا مستر. طب دي بالكالكوليتور، لو انت بقى معاك كالكوليتور هتجرب. ماشي؟ هيظهر لك نمبر ديسمال برضه بس صغير مش كبير، يعني 2 times 5 10 بلس 1 يبقى 11 over 5. تمام؟ ولو انت بقى مش متاكد من المستر، ما انت جايب الكالكوليتور بتاعتك وعامل كده يا باشا وعامل الفراكشن بتاعتك. فين الفراكشن؟ اهي يا باشا. وتقول له ايه؟ 11 وتنزل تحت اوفر 5 ايكوال ظهر لك 2.2. يعني ده راشونال. 2.2 دي راشونال. تمام؟ مفيش روت اصلا. فاهمين ولا لا؟ تمام؟ تمام. طيب تعالى كده يا معلم، تعالى نرجع للسؤال بتاعنا. احنا بنجرب فيه تشوز روت 13 بالكالكوليتور هيطلع لك نمبر كبير جدا. تمام؟ طب تعالى نشوف كام اللي هو ده هيديك 2.2 طبعا، بس ده مش هينفع حتى كمان هو مش بينهم، غير كده مش هينفع طبعا لانه مش irrational. عايز irrational يا ده يا ده. قلت له يا مستر ما بتضايق بس انا بفهمك بس. يا ده يا ده. طب روت 13 وروت 7 الاثنين irrational خلي في علمك. روت 13 تقول يا مستر ادي الروت وادي 13 بتاعتي ايكوال ظهر لك كام؟ 3.6. يلا يابا عمال اجي لك يمين وشمال تقول له يا مستر تخيلتني ده. معلش ركز معايا خلاص هاني يا بطل. روت 13 3.6. طب روت 7 بالمره روت 7 ايكوال 2.6. روت 7 تقول له يا مستر ده ب 2.6. قول لي انت بقى، انت احسن مني. مين اللي بين ال 3 وال 4؟ ال 2 ولا ال 3.6؟ طبعا تقول لي يا مستر ده 3.6 هي اللي اكيد اللي بينهم، هي جريتر ذان ال 3 وليس ذان ال 4، لكن ال 2 دي اقل من ال 3 واقل من ال 4. فاهمني ولا لا؟ ماشي. هنا بيقول لك روت 30 بتوين الاكس واكس بلس 1. هو عايز الاكس. طبعا قلت لك هنعمل ايه؟ انا مش عارف روت 30 بكام، روح مجال على الكالكوليتور وقول له يا مستر روت 30 طلعت لك 5.4 5 هول. يبقى هو بين مين ومين؟ يا مستر روت 30 دي طلعت لي 5.4 وفي نمبر كتير جدا. انا اهم حاجه الهول. هو بين مين؟ يبقى بين ال 5 واللي بعده اللي هو ال 6. طب يبقى الاكس بكام؟ تقول لي الاكس ب 5. قشطه قشطه.
نفس الكلام كوبيك روت. يلا يا مستر اوعى تنسى ايه؟ تنسى ان الكوبيك روت هو عباره عن شيفت الروت. ماشي. كوبيك روت، تصدق انا نسيت النمبر كان كام؟ هجيبه 75. ماشي. كوبيك روت ل 75 طلع 4.2. مستر ده 4 هول، ده طلع لي 4.2 نمبر كتير. طيب انا مش عجباني، نكتبها هنا. ده عباره عن 4.2. طيب يعني بين الفور واللي بعدها اللي هو مين؟ الفايف. فيبقى الفرق بتاعت الاكس عباره عن، تقول يا مستر ده 4. ماشي ماشي. في حته عايز اقولها لك. خلاص مش انت قلت يا مستر الاسئله خلصت؟ معلش يابا. الار اللي هو الريل نمبر عباره عن اللي هو مين؟ تقول يا مستر الريل عباره عن كيو يونيون كيو داش، صح؟ طيب ولو جيت قلت لك كيو انترسكشن كيو داش، هو في حاجه مشتركه بينهم؟ دي ست. يا ما انا قلت لك يا اما فهمت يا اما ما فهمتش، مفيش حاجه كومن بينهم مشتركه، فيبقى كيو انترسكشن كيو داش تبقى فاي. ماشي ماشي. فلازم نكون عارفين المعلومه دي. طيب والار بتاعتي هي عباره عن من نيجاتيف انفينيتي لحد الانفينيتي، ودي ان شاء الله هناخدها بالتفصيل في الليسون الجاي ان شاء الله باذن الله، في ليسون 2 في درس الانترفال. اول حاجه ان شاء الله الحمد لله كده، الحمد لله بفضل الله خلصنا اول ليسون عندك. اتمنى يا رب تكون استفدت، وما تنساش تعمل لنا سبسكرايب واللايك، واشوف وشكم على خير. السلام عليكم.